الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. اليوم عندي موضوعين اثنين حابب أعلق عليهم، هيك شوي تعليقات ناقدة وساخرة تتعلق بالفهم، فهم النظام السوري الحالي للقضايا الوطنية وعمليات التخبيص والخلط والتحريض الموجودة لدى هذا النظام ضد مناطق شرق الفرات تحديدا. هدلون الموضوعين الموثقين بتصريحات رسمية من رأس السلطة أبو محمد الجولاني ووزير إعلامه حمزة مصطفى، اللي بيروح على يعني خطوط التماس على أساس على الضفة الأخرى من النهر، على الضفة الغربية، وبده يروح على الضفة الثانية ويتوعد ويحكي هيك ويتأثر وعواطف جياشة والقصص هي. ورأس السلطة اللي بيحكي عن الفيدرالية وعن النظام اللامركزي. هدلون الموضوعين راح أحاول عليك يعني أعلق عليهم تعليقات سريعة وساخرة وفيها شوية إفادة. لنبدأ بالموضوع الأول. تفضل، قول يا جولاني، قول. دي في الاوكي، الجواب بيبان من عنوانه. خش على التاني، قول يا ستموني، قول. مثال، إذا أرادت شمال الشرق أن يذهب إلى نوع من أنواع التقسيم، فالعراق سيتأذى بشكل كبير، وتركيا ستتأذى بشكل كبير، وإيرلندا الشمالية أيضا ستفكر بالتقسيم، وإقليم كتالونيا في إسبانيا سيفكر في التقسيم، وهناك بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تفكر في التقسيم، تكساس وكاليفورنيا وغيرها. هو ده يا ستموني يا عترة المؤلفين يا مكيفة، ادي الكلام اللي يجيب فلوس. ما راح أحكي عن الملاحظات والانتقادات التي سجلت على اللقاء أو الحوار اللي صار بين معاذ محارب والجولاني، المقابلة اللي بثتها قناة الإخبارية. الأمور التقنية والمهنية والإخراج والصوت ما راح أحكي، بس راح أحكي على جزئية صغيرة، هي مسألة الترتيبات. ترتيبات إنه الرئيس شو بده يحكي، كيف بده يشرح وجهة نظره حيال قضايا وطنية داخلية ملحة، وبيجيب نماذج من التجارب العالمية. طبعا فضح حاله الجولاني بأنه رجل في منتهى الجهل، يعني مش بس جاي من بيئة متطرفة جاهلة متشنجة، لا، المستشارين الإعلاميين أو اللي بيعطوه الأسانيد والمصادق والأدلة الارتجالية في إجراء المقاربات السياسية ما بين الواقع السوري والواقع العالمي، أظهرته وفضحته أنه شخص جاهل، يعني على أساس هو حريص على أمن واستقرار العراق، وهو كان يقاتل في العراق وقتل من العراقيين بالمئات هو والشيباني، على سوى حريص على الأمن في تركيا، ومش بس هيك، حريص على الأمن في إسبانيا والاستقرار في أيرلندا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني بمنتهى الغباء والسذاجة. يمكن الحق عليه وجزء كبير من الحق عليه، بس الجزء الأكبر اللي ورطوا ولقنوا هاي المعلومات الغبية فيما يتعلق بالنظام اللامركزي، بالنظام الفيدرالي. أبو محمد الجولاني ويعني فقر الدم الثقافي والمعرفي الموجود عنده، أو حالة التجهيل الموجودة لدى مستشاريه، أو يعني مسألة تلقينه أنه قول هالكلام، وكلامك سيكون مقنع وسيكون يعني مخرس للكل اللي بينتقدوا أداء الدولة المركزية أو النظام المركزي في سوريا. هذا الرئيس الغبي، هذا الرئيس المفروض علينا، يعني ما بعرف كيف راح
غباؤه تجاوز غباء بشار الأسد لما كان بيحكي عن السيارة الحمراء والسيارة البيضاء ومن هالقصص. تتذكروا أحاديث بشار الأسد وكيف كان بينظر وبيجيب على أساس أمثلة غبية مثله. فالأهبل السابق، رئيسنا الأهبل السابق، ورطنا، انقلع وهرب وراح، بس ورطنا برئيس أهبل تاني. هذا الغبي ما بيعرف أنه الخلافة الراشدة، نظام الحكم والإدارة في الخلافة الراشدة كان نظام ولايات، ما كان نظام مركزي. رغم الحروب، حروب الردة والفتوحات والقصص، لكن كان نظام ولايات. ولاية الشام يعني بيت المال والخراج والحسبة وديوان العسس والشرطة والجند كان مفصول عن ما هو موجود في الحجاز عند ولاية العراق. كان نظام لا مركزي، نظام ولايات، نظام فيدرالي. يعني كل نظام لا مركزي هو نظام كل نظام فيدرالي هو نظام لا مركزي، ولكن كل نظام لا مركزي ليس بالضرورة أن يكون نظاما فيدراليا، ربما يكون شكل من أشكال الفيدرالية. هل القراءة التاريخية لنظم الحكم والإدارة في ظل الدولة الإسلامية من الخلافة الراشدة إلى الخلافة العباسية إلى الخلافة الأموية فالعباسية فالدولة الأيوبية فالدولة العثمانية والدولة الفاطمية، وكل أنظم الحكم والإدارة التي تعاقبت على هذه المنطقة وبخلفية إسلامية كانت نظم لا مركزية. حتى العثمانيين نظام إدارتهم الأراضي الواقعة تحت سلطتهم واحتلالهم في الحجاز لم تكن أرض تركية، في الشام لم تكن أرض تركية، في مصر لم تكن أرض تركية. كل البلدان والأمصار التي كانت واقعة تحت نير الاحتلال العثماني جرى إدارة شؤونها وفق نظام لا مركزي، نظام ولايات. في ظل النظام اللامركزي العثماني كانت دروز لديهم خصوصية. الكرد كان لديهم إمارات مستقلة، مش بس إمارة واحدة، دويلات مستقلة في ظل الحكم العثماني. هذا الأهبل الغبي أو اللي لقنوا هذا الكلام ما بيعرف، غير مطلع، جاهل في نظم الحكم والإدارة في التاريخ الإسلامي، وجاي يحكي أنه إذا شو بيقول، إذا يعني مناطق شمال وشرق سوريا سعت إلى نوع من أنواع التقسيم. تقسيم ما له أنواع. التقسيم ولا تقسيم ما في شيء، يعني الضرب هو الضرب والجمع هو أنواع الجمع أو أنواع الطرح أو أنواع التقسيم. شو الخزعبلات إذا أرادت شمال شرق سوريا إلى نوع أو سعت إلى نوع من أنواع التقسيم فالعراق سيتأثر. يا أهبل أنت لما كنت في العراق الدستور العراقي دستور فيدرالي، شو يتأثر؟ أهل السنة والجماعة الآن في العراق يطالبون بنظام الفيدرالي، كانوا مثلك يعارضون النظام الفيدرالي في بدايات مجلس الحكم الانتقالي وترتيب المرحلة الانتقالية للعراق، كانوا مثلك جماعات متطرفة متشنجة صدامية على إخوانية على جهادية. الآن هم ندموا. يعني شو يتأثر العراق؟ العراق دولة فيدرالية، شو رح يتأثر؟ شو بيقول كمان ستتأثر تركيا؟ شو تتأثر تركيا يا أهبل؟ ما العراق منذ 2005 رسميا دولة فيدرالية. ماذا حدث في تركيا؟ شو الانقلابات اللي صارت في تركيا؟ ما مدى التأثير؟ بالعكس، العلاقات التجارية والتبادل التجاري ما بين أنقرة حليفتك وداعمتك وإقليم كردستان الفيدرالي، يعني الأرقام تؤكد أنه حجم التبادل التجاري بين إقليم كردستان العراق
والدولة التركية تجاوز حجم التبادل التجاري ما بين تركيا وبغداد. انت يعني فهمان شو عم تحكي؟ عم يطلع لك والاهبل الثاني معاذ محاربه سكتم بكتب ما يحاججك، ما يقاطعك مثل ما بيقاطع ضيوفه ويتذاكى ويتفزلك عليهم، ما يقول. يعني انت مش دارس، مش مطلع، هو كمان يعني مش مطلع، مش دارس، مش فهمان هالمسائل هي. شو كمان بيقول؟ ستتأثر تركيا. تركيا لم تتأثر بإقليم فيدرالي أضعاف مساحة شرق الفرات، وفيه بترول، وفيه بيشمركة بعشرات الألوف. لم تتأثر تركيا. اعترفت في قنصلية تركية موجودة الآن في أربيل، في هولير، في عاصمة إقليم كردستان الفيدرالي. يا أهبل، تركيا بماذا؟ أنت تحكي حكي شروي غروي هيك طالع نازل من فوق الأساطيح. شو أنت كشاش حمام ولا أنت رئيس جمهورية ولا رئيس دولة ولا رئيس نظام؟ يعني احترم حالك شوي، احترم حالك. أنت ما عم تحترم الشخص اللي عم يجري معك المقابلة. احترم حالك. شو تركيا ستتأثر. شو كمان؟ ستتأثر إيرلندا. حريص على مصلحة إيرلندا، بلاد الكفر والفسق والفجور والخنازير والقردة، اللي كان يتهم في مقابلته مع محمد منصور أنه البلدان والأنظمة العربية تعطي الجزية للغرب الكافر والما بعرف شو. حريصا لأبو محمد الجولاني أبو الجوج صاير حريص على أمن واستقرار المملكة المتحدة، وأنه والله إيرلندا ما بتنفصل. القضية الإيرلندية ونظام الحكم في إيرلندا ضمن المملكة المتحدة، ضمن بريطانيا العظمى، هو نظام فيدرالي. يا غبي، هو نظام فيدرالي، مش نظام، هو نظام كونفدرالي فوق فيدرالي. لكن هن بدهم يعني الايرلنديين بدهم خصوصيتهم. هنالك جمهوريه ايرلندا الشماليه، ايرلندا الموجوده ضمن بريطانيا، لها قضيه اخرى، لها مساله اخرى. لكن ما يتمتع به الايرلنديون نصف نظام الحكم والاداره، انت تعطيه للسوريين وخراس. لا تجيب ادله تدينك بالجهل، تدينك بعدم الدرايه والالمام، فقر السياسي. انت ما بتعرف تجيب امثله تناسب منطقك واسلوب المحاججه. لك انت رئيس دوله، انت يا حوينة سوريا اللي صار يرأسها واحد من هالنموذج الغبي اللي سابقه كان بشار الأسد ولاحقه الآن أبو محمد الجولاني. كمان إقليم كتالونيا، لك يا غبي، يا غبي، إقليم كتالونيا، الموضوع إقليم كتالونيا وصل إلى مرحلة الاستفتاء على الاستقلال، يعني صار ما صار. بس الآن إقليم كتالونيا إقليم فيدرالي يتمتع بصلاحيات واسعة جدا داخل إسبانيا. شو ينقسم كتالونيا؟ أنت مين موصل لك المعلومات المغلوطة وغير الصحيحة؟ جيب لك شيء مستشار واحد يفهم، مطلع على تفاصيل نظم الحكم والإدارة في العالم، نظام الفيدرالي شو هو. إذا أنت بدك تعارض النظام الفيدرالي، عارضه عن علم، عن دراية، عن إلمام. لا تفتح المجال لأمثالي إنه يواجهوك بجهلك وبغبائك السياسي. شو كمان غير كتالونيا؟ كتالونيا ستفكر في التقسيم. وبعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية كمان، مثل تكساس وكاليفورنيا. أنت بتعرف تكساس وكاليفورنيا على الخريطة وين صايرة؟ في وسط أمريكا، في شمال أمريكا، في جنوب أمريكا، وين؟ حدا يطرح هيك سؤال مدرسي على أبو محمد الجولاني، أنت شو بتعرف عن كاليفورنيا؟
شو الموضوع تكساس بماذا تختلف عن واشنطن، عن فيرجينيا، عن كاليفورنيا؟ يعني انت مطلع على تفاصيل الوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية. انت بتعرف انه الولايات المتحدة الأمريكية دولة فيدرالية؟ يا أهبل، انت بتخليني مش انتقدك، أسخر منك وأشتمك، لأنه أنت الآن بهذا الخبل وبهذا الهبل وبهذا الجهل والغباء ترأس دولة أنا أحد مواطنيها، ترأس دولة أنا أدافع عنها، أنا أدافع عن الدولة، أدافع عن سوريا. لا يمكنني الدفاع عن جهلك. ساعدني بأنه تكون شخص متوازن، شخص بيعرف يحكي، الواحد ما بيخجل منه. بنخجل من ماضيك الإرهابي المتطرف الإجرامي، وبنخجل من واقعك وراهنك المتخبط اللي كله تخبيص بتخبيص. ساعدنا نحبك يا أبو محمد الجولاني، ساعدنا نلتمس لك الأعذار، ساعدنا أن نتفهم أنه في الفعل هي مرحلة انتقالية، لكن بأقل قدر ممكن من الجهل والغباء السياسي. مش هيك طوفان من الغباء والجهل والسفاهة والتفاهة والتهافت. إيه ما بتزبط هيك يعني. زبط لي حالك شوي. وطقم المستشارين مين أعطيك ليكون موسى العمر أعطيك هاي التوجيهات أو هذه الأمثلة؟ يا سيادة الرئيس استشهد بهذه الأمثلة أثناء الحديث عن شرق الفرات والكذا. يعني في تقديري يعني هيك مقابلات لا تفضح الجانب المهني والتقني موجود عند إعلام الجولاني، لا تفضح الجولاني نفسه. أنه الرجل إذا بدون طقم استشاري هيك دخل على الامتحان بدون ما يكون وسائل مساعدة، يعني كيف رح يكون وضعه؟ يعني شيء مؤسف وشيء مقرف هذا الهزل والعبث بسوريا، انه يرأسها واحد من هالصنف. يعني ما بيعرف يحاجج الامثله اللي بيجيبها تدينه جاهل، ما بيعرف هاي الامثله، ما بيعرف طبيعه هاي الامثله مع الاسف الشديد.